انت كمشجع كوره، سيبك بقى من مصري او كاميروني او مغربي او جزائري، او سيبك من الكلام ده كله، انت كمشجع كوره من وجهة نظرك ايه اسهل مباراة فيهم؟ عندك مالي والسنغال دي مباراة، عندك المغرب والكاميرون دي مباراة، عندك الجزائر ونيجيريا دي مباراة، عندك مصر والكوتيفوار دي مباراة. ايه اسهل مباراة فيهم؟ يا باشا دور الثمانية هيبدأ، دور الثمانية هيبدأ، واديك شايف، شفت الاسماء اللي انا قلتها دي هتتحول بداية من دور الثمانية، هتلاقي المنتخبات دي اتحولت. باشا انت لو ما عندكش طموح ان انت تاخد البطولة، روح من دلوقتي بقى، وما تهلكش لعيبتك وما تجيب لهمش اصابات، ما تتعبهمش معاك والدنيا خربانة. من الاخر هتسترجل وهتلعب راجل في الملعب، وهتبقى بتلعب على البطولة وعايز تجيب البطولة، كنبه كمل، سمي الله كده وكمل. وبنقول يا رب منتخب مصر يعدي من دور الثمانية ويعدي من دور نصف النهائي ويوصل للنهائي وياخد البطولة. عايزين نفرح يا جدعان، عايزين نفرح يا جدعان بقى، لازم نفرح. تعبنا، فرحونا، تعبنا والله بجد. يعني دور الثمانية هيبدأ، ما حدش، ما كله هيقول يلا نفسي، كله هيقول يلا نفسي، كل واحد هيشجع منتخب ومحدش هيبص لحد، والله ما حد هيبص لحد. وهتلاقي بقى لعب، بص مش هقول لك بقى لعب نضيف بقى وحاجات حلوه وكلام من ده وهتستمتع، لا ده انت هتشوف ضرب، والله لا تشوف ضرب. ده افريقيا يابا ما عندهمش الكلام ده. وانت كمنتخب مصر، مع احترامي وكامل احترامي وتقديري، احنا بدنيا بنروح في داهيه. انت لسه خارج من ماتش 120 دقيقه، 120 دقيقه، وممكن تقعد وانت في دور الثمانية مع كوتيفوار، ماتشك مع كوتيفوار ممكن توصل ل 120 دقيقة كمان، وربنا يكرمنا ونعدي منهم. هتروح للسنغال ميت، ما هي السنغال هتفوز على مالي، ما هو ده شيء مفروغ منه، الا اذا مالي عملت مفاجأة بقى، بس انت هتبقى رايح للسنغال ميت. فاللعيبة دي محتاجة استشفاء ومحتاجة حوارات كتير، فلازم لازم نسترجل، نلعب برجوله، نبقى بنلعب بهدف ان احنا عايزين نحقق البطوله. فرحونا، احنا محتاجين نفرح يا جدعان، والله احنا محتاجين نفرح. عارفين ان انتوا كلاعيبه مفيش في دماغكم حاجه، وهتقبضوا مرتباتكم وهتاخدوا فلوسكم والدنيا حلوه، والناس دي هتيجي عليكم شويه وخلاص الدنيا خلصانه، بس احنا عايزين نفرح. فرحونا بالله عليكم. شكرا ليكم.